الريفيو الأكثر طلبا مكنة اير فراير ماركة سوكاني. سوكاني قررت تنزل اير فراير منافس للاير فرايرز الموجودة. اسعار الاير فراير دلوقتي بقت غالية جدا، فجبنا الاير فراير سوكاني دي بتاعة والدتي، وجربناها لمدة 3 شهور. وهنبتدي بقى نقارنها، انا عندي ميانتا وفي كينوود، فهنبتدي بقى نقارنها بالبراندز اللي معانا وجربناها. تمام. مبدئيا كده الشكل بتاعها بيجي عصري جدا، الساعة بتاعتها 5 لتر. تمام. وانا سايبه لكم في الاول كده، خدوا سكرين شوت من الموديل بتاعها عشان تبقوا عارفينها، وفي صورتها في الكفر بتاع الفيديو هتلاقوها موجودة برضو. هي مبدئيا كده اول ما بتيجي وتنوروها يبتدي الشاشة دي تظهر. تمام. ما بتبقاش ظاهر منها حاجة غير اللي هو العلامات البيضة دي، واول ما تحطوا الفيشه وتشغلوا الكهرباء يبتدي الشاشه دي تظهر. الكنترول بتاعها سهل جدا، بيبقى درجه حراره بتاعلى وتنزل، وتايمر بيعلى وينزل بس. اقل درجه حراره ليها بتكون 80 درجه مئويه. طيب بالنسبة للحلة بتاعتها، الحلة بتاعتها زي بكليبس كده زي ما بتشوفوا، بيطلع معانا وبيتغسل بكل سهولة. بس انا بفضل نستخدم ورق الزبدة او ورق الاير فراير اللي هو بتبقى اطباق كده، هتسهل عليكم الدنيا جدا. ده الكويل من جوه، شكل الكويل بتاعها او الملف اللي هو بيسخن، مسؤول عن التسخين. وهنا بنقلل درجة الحرارة وبنقلل التايمر، ومجرد ما نبتدي نشغلها المروحة دي بتبان وبنسمع صوت الهواء جوه بتاع الاير فراير. هنا انديكيتور لكل الاكل، الكيك بقى، الاسماك، الفرايز، الفرنش فرايز، الفراخ، كل حاجه. الساعه بتاعتها تاخد فرخه، يعني فرخه محترمه معها بطاطس، كل حاجه. بالنسبه بقى لما جربنا فيها الاكل، انا ملاحظه ان الاكل نفس التسويه ونفس القرمشه ونفس كل حاجه بتاعه الماركات التانية اللي بقت تقريبا بضعف ثمنها. دي جايبينها ب480 تقريبا، 4000. في حاجات واصلة معدية 7 ومعدية 8، وهي نفس الكفاءة ونفس بالظبط النتيجة اللي هتاخدوه منها. فبالنسبه لي كانت تجربه حلوه جدا للاير فراير بتاعت سوكاني، وحبيت اشارككم بيها بعد 3 شهور مش قابلين معاهم اي مشكله، ليها ضمان. ف رايي للي عايز يجيبها يطمن ويشتريها. الاير فراير ماشيه كويس معانا، لو حصل اي حاجه هعمل فيديو تاني واقول عيوبها، بس لغايه دلوقتي هي بتطلع الاكل مستوي جدا، وبتطلعه مقرمش كمان الفرايز لما بنظبط الكنترول بتاعها وبنظبط البروجرام بتاعها. ده كان ريفيو النهارده. لو عجبكم الفيديو او استفدتوا باي حاجه، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت لطيف او فولو لو بتابعوني من على الفيسبوك. واشوفكم في ريفيو تاني، في فيديو تاني. باي باي. لو في اي اسئله سيبوها لي في الكومنتات تحت.